بربع كيلو لحمة هنعمل الجمال والحلاوة اللي انتوا شايفينها دي. هنعمل معاكم الحواوشي باللحمة المفرومة. انسوا ان انتوا تشتروه من بره تاني بعد الفيديو ده. تابعونا نهاية الفيديو ان شاء الله يعجبكم بإذن الله. نبدأ مع بعض المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. من مطبخ نادر السليمان هعمل مع حضراتكم طريقة عمل الحواوشي باللحمة المفرومة بطريقة سهلة وبسيطة. هنعمل نص كيلو دقيق مع بعض. هنحط عليهم نص معلقة سكر كبيرة، ربع معلقة ملح. هننزل عليهم ب5 جرام خميرة، وهنبدأ نقلب الكلام ده كله مع بعض يا جماعة. وبعد كده هننزل عليهم بالمية بتاعتنا واحدة واحدة كده. طبعا المية حسب نوعية الدقيق. في دقيق بيشرب ايه، مش قد ما بيشربش قوي. هنبدأ ننزل واحدة واحدة. هياخد له حوالي من 200 مللي مية زي ما حضراتكم شايفين كده. العجينة ما شاء الله طرية، يعني مش طرية ان هي مية ولا في نفس الوقت ناشفة. هنبدأ ننزل عليهم بمعلقتين زيت عشان خاطر ننعم العجينة أكتر، وفي نفس الوقت تعطي لمعة للعجينة. هنبدأ نعجنهم كويس مع بعض زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله العجينة بدأت تمسك نفسها اهيت. زي ما حضراتكم شايفين العجينة بتخلع من الإناء يا جماعة أو من البولة، وفي نفس الوقت ناعمة وماسكة نفسها زي ما حضراتكم شايفينها. عجينة بسم الله ما شاء الله. طبعا عجينة الحواوشي ما بتبقاش ناشفة يا جماعة قوي، ولا تبقى طرية مية زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ بس نعك وشها كده بالزيت عشان ما تنشفش، وهنبدأ نغطيها ونسيبها تخمر حوالي من نص ساعة. ان شاء الله تابعونا نهاية الفيديو باذن الله. هتبطلوا تشتروا الحواشي من بره تاني، هتعملوه في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وجميلة باذن الله. هنسيبه يخمر حوالي نص ساعة، وهنبدأ نجهز التوابل بتاعتنا والحشة بتاعتنا. هنعمل مع بعض حوالي من ربع كيلو لحمة مفرومة يا جماعة، مع حتة دهنة كده صغيرة. طبعا الدهنة في الحواوشي مطلوبة جدا لأنها لما بتسيح جوه مع الخلطة ما شاء الله بتعمل نكهة تانية خالص للحواوشي. معانا فلفل حراق واحدة حبة، معانا حبة طماطم كبيرة، معانا حبة بصل كبيرة، معانا واحدة فلفل أخضر عادي، ومعانا ليمونة. ان شاء الله الليمونة ديت هتبقى هي لها يعني وضع تاني خالص، هنشوفها مع بعض. معانا التوابل بتاعتنا مع نص معلقة ملح، نص معلقة فلفل اسمر، معلقة بابريكا، نص معلقة كمون. معانا معلقة كبيرة من تتبيلة اللحمة. وممكن نعمل تتبيلة الحواوشي يا جماعة عادي، بس تتبيلة اللحمة بتاعته طعم تاني خالص وريحة تانية خالص. هنبدأ إن شاء الله ننزل باللحمة بتاعتنا دي الأول، ومعاها الدهنة بتاعتها حوالي هي حتة بس يا جماعة، مش نكتر. طبعا لازم تكون كلها المقطعين الفلفل والطماطم والحاجات دي كلها متقطعة قطع صغيرة خالص. هنبدأ ننزل بالتوابل بتاعتنا طبعا زي ما قلنا ملح وفلفل وكمون وبابريكا ومعلقة خلطة اللحمة طبعا. هنبدأ ندعكم مع بعض الأول كده زي ما انتم شايفين. دي يعتبر تتبيلة يا جماعة بنعملها مع بعضها كده قبل ما نبدأ نقطع العجينة بتاعتنا. وهنبدأ ننزل عليهم بالخضار بتاعنا اللي هو البصل والطماطم والفلفل. هننزل مع بعض وهنبدأ إن احنا ندعكم في بعض كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين كده، بحيث إن كله يخش في بعضه. طبعا يا جماعة الليمونة دي فايدتها إيه بقى؟ إنه الليمونة هتخلي البصل والطماطم الحاجة دي هتسيب المية بتاعتها، فطبعا هتخش في بعضها فهتبقى تتبيلة جميلة قوي. المية بتاع البصل مع مية الطماطم مع مية الفلفل، كل ده هيسيب مع بعضه مع اللحمة. ما إن شاء الله هتبقى تتبيلة ولا أروع من كده زي ما حضراتكم شايفين. حطيناها كلها مع بعضها وهنبدأ نسيبها لمدة من 10 دقايق تقريبا لغاية ما نبدأ نقطع العجين بتاعنا. دي تعتبر تتبيلة كده نسيبها تاكل في بعضها، بحيث إن هي الطعم كله يخش في بعضه بإذن الله. هتعجبكم جدا بإذن الله. نبدأ نجيب العجينة بتاعتنا خمر زي ما انتم شايفينها كده. ما شاء الله العجينة ناعمة وطرية زي ما انتم شايفين اهيت. هنبدأ ننزل بقى على الرخامة بتاعتنا، وهنبدأ نقطعها برش الدقيق تحت ورش الدقيق فوق الأول عشان لو فيها لزقة بسيطة كده. طبعا العجينة متبقاش ناشفة يا جماعة، بتبقى طرية زي ما انتم شايفينها كده. هنبدأ إن احنا نقطعها 12 قطعة. طبعا هنعمل حوالي من 6 رغيف حواوشي. هنقطع 12 قطعة حوالي من 100 جرام تقريبا القطعة. وهنبدأ كل قطعتين هيعملوا رغيف أرضية ووش. هنبدأ إن احنا نكورهم زي ما حضراتكم شايفين كده. هنكور ال 12 قطعة علشان نبدأ نفرد العجين بتاعنا. العجينة ما شاء الله طرية وكويسة وناعمة وماشية معانا كويس جدا. هنبدأ بعد ما قطعناهم 12 قطعة هنبدأ إن احنا نشيلهم على جنب، وهنبدأ نفرد العجين بتاعنا. طبعا يا جماعة يستحسن إن احنا نحط في صاج لو موجود، غير الصينية الألمونيا. صينية الألمونيا بيلزق فيها وحاجات زي كده. الصاج ما بيلزقش فيه، وفي نفس الوقت بيخلي أرضيتها من تحت حمرا كويسة، بيسواها كويس من تحت. هنبدأ إن احنا نفرد أول قطعة زي ما انتوا حضراتكم شايفين اهيت.
العجينة طبعا خمرانة كويس ومريحة، وهتبدأ تمشي معانا زي ما انتم شايفينها، بتفتح معانا بسيط. هنعمل حوالي القطر بتاع الرغيف بتاعنا ممكن حوالي من 20 سنتي تقريبا أو 22 سنتي زي ما حضراتكم شايفين اهو. وهنبدأ إن احنا نفردهم ال12 قطعة، وهنبدأ نجيب كل قطعتين عشان نعمل بهم رغيف حواوشي. جبنا أول قطعة زي ما حضراتكم شايفين، وهنبدأ نقسم الخلطة بتاعتنا بتاعت اللحمة حوالي على 6 قطع كده، بحيث إن احنا نعمل كل قطعة برغيف. هنبدأ نجيب أول قطعة من الخلطة بتاعتنا بتاعت اللحمة، هنبدأ ننزل بقى زي ما حضراتكم شايفين كده. ما شاء الله شكلها جميل أوي وريحتها بسم الله ما شاء الله، مش قادر أوصفها لكم صراحة. وهنسيب حوالي من سنتي أو سنتي ونص من الجنب زي ما انتم شايفين كده من على الأطراف، وهنبدأ ننزل بالطبقة التانية، ونبدأ ندخل الطبقتين ببعض زي ما حضراتكم شايفين. وهنبدأ نتني كده الحروف لتحت تحت الرغيف، بحيث إن هي يبقى شكل الرغيف كويس زي ما حضراتكم شايفين. هندخل الأول في بعض عشان الرغيف ما يفتحش مننا لما يخش الفرن. زي ما حضراتكم شايفين نبدأ نتني الحرف بتاع الداير كله زي ما انتم شايفين كده. وهنبدأ إن احنا نشيل نحط في الصاج. ما شاء الله العجينة ماشية معانا سهلة وبسيطة، ما بتمطش ولا حاجة، مش فيها عرق ولا حاجة، مريحة خمرانة تمام. هنبدأ زي ما حضراتكم شايفين نحطها في الصاج زي كده، وهنبدأ نعمل كمان رغيف قدامكم. هنعمل الستة زي بعض زي ما حضراتكم شايفين، أرضية ووش. العجينة ما شاء الله ما فيش فيها أي مشاكل خالص. هنبدأ نحط برضو قطعة من الخلطة بتاعة اللحمة زي ما حضراتكم شايفين اهيت. وهنسيب برضو حوالي من سنتي ونص من على الأطراف كده، وهنحط الطبقة اللي فوق. وهنبدأ ندخل الطبقتين اللي فوق واللي تحت ببعض زي ما حضراتكم شايفين. وهنبدأ الأطراف كده هنبدأ ن... يعني نتنيها لتحت كده، بحيث ان يبقى شكل الرغيف كويس، وفي نفس الوقت يبقى ملحوم كويس ما يسيبش مننا في الفرن. طريقة سهلة بسيطة يا جماعة. إن شاء الله تابعوا الفيديو للنهاية، وإن شاء الله يعجبكم بإذن الله. واللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. زي ما حضراتكم شفتوا كده هنعمل ال6 رغيفة زي ما حضراتكم شايفين. طبعا احنا كده فردنا ال6 رغيفة زي ما حضراتكم شايفين اهمت. هنبدأ طبعا ندهن وشهم، ممكن ندهنهم زيت نباتي، وانا فضلت ان انا ادهنهم بسمنة بلدي مسيح حوالي 3 4 معالق سمنة بلدي. طبعا السمنة البلدي يا جماعة الريحة بتاعتها والطعم بتاعها حاجة تانية خالص. ما شاء الله يعني ريحتها مش قادر اوصفها لكم صراحة. السمنة البلدي انتوا عارفينها طبعا. هنبدأ إن احنا ندهن وش الحواوشي بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين كده. وهنبدأ نسيبها حوالي من 10 دقايق ربع ساعة كده، برضه الخميرة تمشي فيه تاني، بحيث ميبقاش الرغيف مصفوط كده يا جماعة، يبقى نافش كده وحلو وطري ميبقاش معضم. هندخلها الحرارة على 180 أو 200 لمدة ربع ساعة زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله ما شاء الله الحواوشي بتاعنا ولا أروع من كده حاجة. بسم الله ما شاء الله مش قادر أوصف لكم الريحة يا جماعة عاملة إزاي. ريحة السمنة البلدي مع ريحة الخلطة مع ريحة على بعضها، شايفينها عامل إزاي من جوه يا جماعة. الحواوشي بتاعنا بسم الله ما شاء الله ولا أروع من كده. إن شاء الله يعجبكم، هتبطلوا تشتروه من بره لما تشوفوا الفيديو ده بإذن الله. وبطريقة سهلة بسيطة طبعا، طالع من الفرن نار يا جماعة، سخن وقلع زي ما حضراتكم شايفين كده. بس بسم الله ما شاء الله الريحه بتاعته مش قادر اوصفها. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك والشير الجميل بتاعكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.